اهلا وسهلا يا جماعه. اليوم رح نحكي عن الحلقه الاولى من انمي اونو هاكاو، اللي هو من الانميات الرياضيه والرومانسيه اللي نزلت حديثا. خلونا نبدا ونشوف شو صار مع تايكي وتشيناتو. تخيلوا المشهد الصباحي الهادئ. تايكي انه مات بطلنا بيصحى بكير وهو كله نشاط وحيويه وعم يجهز شنطته الرياضيه. لا تسالوني من وين بيجيب طاقه، اكيد مو مني ولا منكم. بيطلع من البيت قبل الدوام ليتمرن بالصاله الرياضيه. هذا الزلمه ملتزم بطريقه مخيفه، وحش. كل تفكيره برياضه كره الريشه وكيف يصير احسن للاعب، وبده يروح يشوف الطيره. يعني هون الصاله الرياضيه بتتعبى عالم وبتصير مليانه عرق يعني وروايح. هون تاكي بيحكي لرفيقه بيقول له انا هي البنت صرت شايفها كثير وحبيتها وبدي اتجوزها. رفيقه بيقول له انت حمار شي؟ البنت رح تدخل بطولات كرة سلة وانت لساتك واحد اهبل ما بتعرف تدرس، عم تفكر فيها اكيد ما حتقبل فيك يا حمار. حتى بالتنس انت قد ايه بتلعبها ما عم تفهم فيها لساتك بتنجحش. فجأة بتجي طالبة من وراهم تتخانق هي وتايكي على مين اطول، هي ولا هو. بعدين بيسألها تايكي انه شو هي الشغلات البنات اللي بيحبوها، بتقعد هي بتتغاظ بتقول له انا بعرف وكذا، وهي شفت وحدة حمارة ما عرفانة شيء. هون تايكي هو وراجع على البيت بوقف عند الموقف بلاقي الطيرة واقعة هني، بشوفها قاعدة عم تدرس بحالها. بده يجي يتغاظ خلاص اتركها للمخلوقة. شوفها لسه ما سالت او هبلت تمها مثل الجحش. بيروبي ينجري عليها جلق، بيروبي يعطيها اللحشه تبعه بيقول لها خديها وخدي كمان انيه مي سخنه مثل النار. بعد ما يعطيها اللحشه بيقعد بكح مثل الكلب. بيقول له يا غبي لك ليه اعطيتني اياها من الاول، بدك تعمل حالك زلمه، اعمل حالك زلمه يكون قدها. بيقعد بيتخيل حاله انه متجوز الحمار. تايكي بيطلع من التمرين بيشوف الطيره عم تحكي مع مدير المدرسه. بيتفاجئ انه عن شو عم يحكوا بس ما بيعرف هو عن شو. بتيجي من وراه رفيقته اللي كان عم يتخانق معها هي الغليظه، بتقول له لا تعلي كثير لانه بتوع طب، لانه هي البنت ما حتطلع عليك ولا تحبك ولا تطيقك كمان. بيقول لها انت شو دخلك، خلص روحي انقبري لحالك. تايكي بيكون نسيان من شفته بالصاله الرياضيه. بيروح ليجيبها بيلاقي هنيك الطيره قاعده عم تتمرن. بقول له لاني انا ما كنت دربت منيح وحسيت حالي ما عملت منيح. بقول له تعال تدرب معي. بيجي بيلعب مع الغبي بتقعد تتمسخر عليه بتعصب بطنه. بعدين بيقول لها انه امي كانت انا لاعبه كره سله، وهي بتقول له شوف هالصدفه انه امي كمان كانت تلعب كره سله. لكن بيرجع على البيت مبسوط بيلاقي امه قاعده عم تطبخ. بشوف الجريده مفتوحه انه على الطيره تبعه. امه بتقول له انه الطيره تبعك خلص حتطير بدها تنتقل من هاي المنطقه. بيركض هو مثل مجنون بده يروح يوقفها. يبلش يركض على اساس هي حترد عليه. بقول له انه انا امك كمان كنت بعرفها، امها لهي اللعبه وكنا نلعب مع بعض بنفس الفريق. بعد ما يصل عند الطيره بيقول لا تسافري. ليش تسافري، خليكي هون. بتطلع هي فيه وبتضحك وتقول له ما هو انا اللي حسافر، عائلتي حتسافر يا غبي، انت وامك مو فهمانين القصه ولا بتعرفوا تقروا جرايد. بتقول له انه انا حعيش عند عائله ثانيه هون بنفس المنطقه. تلاقي قاعد بتخته ومصدوم من صدمه امبارح انه طلع حمار قدام البنت. المهم بفز من نومه بينزل لتحت بيلاقي ام البنت والطيره وامه قاعدين مع بعض. بتقول له انه البنت رح تعيش عنا لانه اهلها اللي حيسافروا. هون هذا بينبسط بيروق. لهون تنتهي اول حلقه من هذا الانمي، وشكرا لكم على المتابعه ولا تنسوا الاشتراك والدعم وسلام.